كاين بزاف ديال البلايص في كازا، ولكن اليوم قررنا نعيشوا تجربه مختلفه شويه. مشينا لزو ديال عين السباعه بلا ما نعرفوا شنو كيتسنانا في الداخل. اليوم معنا فلوق جديد من قلب حديقه ديال عين السباعه. خليكم معنا تستمتعوا في الفيديو هذا. يلا ليتس جو. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الدخله، وهنا فين كتخلص باش تاخذ التيكي ديالك. حنا خلصنا باك ديال الفامي 160 درهم، وكاين حتى باك اللي كيتكون من جوج الناس كبار جوج دراري صغار ب 200 درهم، شخص واحد بالغ 80 درهم، والدراري الصغار والطلبه 50 درهم. بعد ما دخلنا حسينا بواحد الجو مختلف، اصوات الحيوانات، الحركه والطاقه ديال المكان. ولكن بصراحه ما كنتش متوقع بعض اللحظات اللي غادي تشوفوهم معنا اليوم. خليكم معنا حتى الاخر، حيت كاين واحد المومنت غادي يعجبكم بزاف. المكان باين منظم ونقي، وكاين فيه واحد الجو عائلي مريح. الناس جايين مع ولادهم، كاين الضحك وكاين النشاط والحماس اللي كتحسوا به غير في بحال هاد البلايص. اول حاجه درناها بدينا كنكتشفوا المكان خطوه بخطوه. بدينا غادي، وهنايا اول الحيوانات، كل واحد فيهم عنده واحد طابع خاص والحركات مختلفه، وكتحس براسك دخلتي لعالم اخر بعيد على صخب المدينه. كنشوفوا كنضحكوا كنعيشوا اللحظه بكل بساطه، وهذا الشيء هو اللي كيعطي قيمه لهذه التجربه. ومن بين جميع الحيوانات كاين واحد اللي كتبقى عنده هبه خاصه، السبع، ملك الغابه، العرنطس. غير قربنا حسينا داك الاحساس ديال القوه والهيبه، واخا هو كان ناعس في الحقيقه. هاد اللحظه كانت من اقوى اللحظات في النهار، وحتى اسحاق حتى هو بقى غير كيتفرج وساكت. الغريب في هاد البلاصه ماشي غير الحيوانات، ولكن داك الاحساس اللي كيدوز فيك، حيت كتكون ديما كتشوفهم غير في التلفازه، حتى كتلقى راسك واقف قدامهم مباشره. كتبدا تحس براسك صغير قدام هاد العالم العجيب العامر بكائنات مختلفه. وقف غير لحظه معايا وخذ واحد نفس وتامل في هاد المخلوقات، كيفاش كل واحد فيهم مختلف، وكل واحد فيه تفاصيل عجيبه، حركاتهم والشوفات ديالهم وحتى السكون ديالهم في معنى. وهنا كتبان العظمه ديال الله في هذا الكون، وكتفهم باللي هادشي كامل ماشي غير صدفه، وكتولي هاد الخرجه ماشي غير جو العاديه، ولكن تجربه كتبقى معك.
درنا شويه ووصلنا للفيل، واحد من اكبر الحيوانات اللي تقدر تشوفه في هذا الكوكب هذا. الحجم ديالو في الحقيقه مختلف تماما على داكشي اللي كنشوفوه في التلفاز. كيخليك توقف شويه وكتامل وكتقول مع راسك باللي هاد الطبيعه هذه شحال فيها ديال العجائب. ومن الحوايج اللي عجبتني بزاف هو وجود مسجد داخل الحديقة. واحد من التفاصيل الصغيرة ولكن كيعطي واحد الراحة والاحترام مزور لهذا المكان. كيبين بأن هذه التجربة هذه ماشي غير ترفيه وماشي غير تدواز الوقت. دخلنا لواحد العالم آخر اللي هو عالم الطيور، الألوان، الأصوات والحركات ديالهم كتعطي واحد الطاقة زوينة للمكان. كتحس براسك وسط لوحة طبيعية فنية كل شي فيها حي ومليء بالحياة. وفي الأخير بحال أي بلاصة كيكون واحد المتجر في الخارجة. طبيعة الحال أي زيارة خاصها تكون ذكرى صغيرة تبقى معك. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي زوينين وكتخرج من تماك وانت عندك واحد الإحساس أنك كملتي واحد التجربة كاملة. كيف ما كتشوفوا إسحاق عجبو هاد الباندا وخداه كتذكار معاه. الصراحة كانت تجربة بسيطة ولكن فيها بزاف ديال اللحظات اللي زوينة. الحديقة ديال عين سبع ماشي غير مكان باش تشوف الحيوانات ولكن تجربة كتعيشها مع الناس اللي معك. وإلا عجبكم الفيديو ديروا واحد لايك وسبسكرايب وقولوا لنا في الكومنتات فين نقدروا نمشيو المرة الجاية باش تبقاو معنا في مغامرات جديدة. يلا السلام عليكم العائلة.